بص يا صاحبي، لو قلتلك ان انت ممكن تغير حياتك كلها في 30 يوم بس هتصدق؟ 30 يوم مش كتير، يعني شهر واحد ممكن يكون بداية حياة جديدة. ممكن يضيع زي الشهور اللي قبله ما ضاعت. الفيديو ده هيكون خطة واضحة تخليك تبدأ من النهاردة وتوصل لنسخة أقوى من نفسك. أول حاجة قبل ما نبدأ انت لازم تسأل لنفسك سؤال: انت عايز تغير ايه؟ صحتك، عاداتك، اسلوبك في الكلام، مهاراتك، ايا يكن. اكتب هدفك في ورقة وخليك صريح، مش اللي هو انا عايز ابقى احسن وخلاص. لا، قول انا عايز اخس 5 كيلو، عايز اتعلم مهارة جديدة، عايز اقلل توتري. لازم الهدف يبقى واضح. اول حاجة هنعملها اننا هنكسر الروتين، يعني مثلا هتصحى بدري ساعة. في الاول هتتعب بس جسمك وعقلك هيتعودوا. تاني حاجة هنبطل عادة سلبية من العادات السلبية اللي انت بتعملها يوميا. بلاش تليفون قبل النوم، بلاش نسهر للصبح، اي حاجة بتسحبك لورا. هتكتب كل يوم 3 حاجات انت ممتن ليها. على فكرة الحاجة دي هتغير مودك 180 درجة. الأسبوع التاني هنبدأ نبني عادات جديدة، يعني مثلا هنضيف حاجة صغيرة بس هنعملها باستمرار. يعني مثلا ربع ساعة تمرين يوميا، أو قراءة 10 صفح من كتاب، أو شرب مية كتير. بالليل قبل ما تنام خطط ل3 حاجات هتعملهم الصبح أول ما تصحى، ده إن صحيت يعني إن شاء الله. يعني مثلا قول أنا أول ما أصحى من النوم هرتب سريري وهعمل رياضة ربع ساعة عشان أفوق كده وجسمي يبقى نشيط، وبعدين هفطر. ابدأ يومك بحماس ونشاط، هتلاقي نفسك باقي اليوم مركز ومصحصح ومستعد لأي حاجة. الأسبوع التالت بقى هنبدأ نوسع من التغييرات اللي احنا عملناها. انت دلوقتي بقى عندك طاقة، تمام؟ هنبدأ نتعلم مهارة جديدة أو نطور مهارة قديمة كانت عندنا أصلا. قلل السوشيال ميديا، نص الوقت اللي انت كنت بتضيعه حاول تستثمره في حاجة مفيدة، حاجة تفيدك بعدين. دلوقتي احنا وصلنا للأسبوع الرابع. في الأسبوع الرابع راجع نفسك، شوف ايه اللي جاب معاك نتيجة وايه اللي ما جابش. انت عرفت تستمر في ايه ومعرفتش تستمر في ايه؟ ايه الحاجة اللي جابت نتيجة معاك وايه الحاجة اللي محتاجة تعديل؟ تاني حاجة احتفل حتى لو بحاجة صغيرة. انت ذات نفسك لما تحتفل هتحسس نفسك ان انت عملت انجاز، فهتحاول من نفسك من غير ما حد يقولك ان انت تطور نفسك اكتر واكتر عشان تحتفل بنفسك وتبقى فخور بنفسك. تالت حاجة لازم تعملها ان انت تكتب خطة ل30 يوم جديدة. خلي التغيير اسلوب حياة مش تجربة انت جربتها كده وخلاص. حاول تطور من نفسك وتتعلم مهارات جديدة عشان دي هتفيدك جامد بعدين. بص اقولك على حاجة، التغيير مش بيجي في يوم وليلة، بس 30 يوم كفاية قوي ان انت تبني اساس قوي تعتمد عليه بقية عمرك. وكالعادة لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، وتكتب لي في الكومنتات ايه اول عادة انت ناوي تبدأ بيها ان شاء الله. مع السلامة.